كتير بيسأل على ماوس كويس للجيمنج او الاستخدام عموما، ودايما بتكون ماوسات لوجيتك من الترشيحات اللي الكل بينصح بيها. النهارده هنتكلم عن اشهر 4 ماوسات جيمنج من لوجيتك واللي اتشهروا جامد في العالم خلال السنين اللي فاتت. الماوسات اللي معانا هي اللوجيتك جي 502 هيرو، الجي 402، الجي 305، واخيرا الجي 102. كل الماوسات اللي معانا النهارده دي انا جايبها بنفسي، فمقارنتي اليوم هتكون حياديه تماما بناء على تجربتي الشخصيه. هنتكلم عن كل حاجه زي التصميم وتجربه الالعاب والمميزات والعيوب، وهوضح كمان رايي الشخصي، وهتكلم عن كل ماوس ممكن يكون مناسب لمين وكمان اسعارهم ايه في الوقت الحالي. انصحك لو ناوي تشتري ماوس لازم تبص على الماوسات دي، وما تنساش تدعمني باللايك والسبسكرايب. هسيب لك لينك التيك توك والانستجرام تحت. خلينا نبدا. هنتكلم عن الاربع ماوسات بالترتيب من اغلى واحد معانا لارخص واحد. اول ماوس معانا هو اللوجيتك جي 502 هيرو. الماوس مشهور جدا بسبب انه من اكتر ماوسات الجيمنج انتشارا في العالم، وكمان الماوس ده ليه تاريخ كبير لان كان نزل منه نسخ قديمه قبل كده. اكتر حاجه بتهمني في اي ماوس عموما هو تصميمه. الماوس حجمه كبير ومصمم بحيث ان هو ياخد ايدك كلها وتعرف تريحها عليه، وكمان في مطاط من الجوانب علشان يسهل مسكته، وفي مكان تسند عليه صبعك الكبير زي ما انت شايف عشان يديك راحه اكتر. حجم الماوس وتصميمه بيخليه مناسب للايد الكبيره بس، يعني لو ايدك متوسطه او صغيره الماوس مش هيريحك، وده حسب تجربه ناس كتير. انا ايدي اكبر شويه من المتوسط فمرتاح مع الماوس. مش عارف اقيس حجم ايدي ازاي، بس اهي يعني اعتبر دماغي مقياس اهي ايدي، يعني هي كبيره شويه متوسطه. الماوس مناسب اكتر حاجه للبالم جريب، ولو مش فاهم يعني ايه بالم جريب فمسكه الماوسات عموما متقسمه ل3 انواع. البالم جريب ودي بتكون فيها مريح ايدك كلها على الماوس، والكلو جريب بتكون ساند بطن ايدك على ظهر الماوس وبتتحكم بصوابعك، والفينجر تيب جريب بتكون صابعك بس هي اللي ملامسه الماوس. وخلال كلامي عن الماوس ده هتلاقيني بوضح كده شويه مفاهيم زي اللي انا لسه قايله ده علشان نختصرها في الماوسات اللي جايه وعلشان انت تكون فاهمها. وزن الماوس 121 جرام وقابل للتعديل باستخدام الاوزان اللي بتيجي معاه. لو ركبتها كلها هيوصل وزنه ل 139 جرام، وده يعتبر وزن تقيل نسبيا مقارنه باغلب الماوسات الثانيه. ومش هنا مش بتكلم على الماوسات اللي معايا بس، لا يعتبر وزن تقيل نسبيا بالنسبه للماوسات عموما. الوزن بيخلي الماوس تقيل ومريح في الاستخدام العادي، ولكن لو بتلعب العاب كومباتيتيف هتحس ان انت محتاج حاجه اخف، لان هتحس ان الماوس تقيل في ايدك. بالنسبه لتجربه الالعاب فجي 502 فيه الهيرو سنسور، وده يعتبر من احسن السنسورات في العالم. السنسور ده الدي بي اي فيه بيوصل ل 25600 دي بي اي من خلال السوفت وير، وده رقم عالي جدا، ده غير دقته العاليه. ولكن ارقام الدي بي اي العاليه دي ملهاش استخدام، يعني مفيش حد بيستعمل ماوس على 25000 دي بي اي، بس ده بيدل على قوه السنسور. كمان الليفت اوف ديستنس اللي في الماوس ده قليله جدا، ودي عباره عن المسافه اللي الماوس بيبدا منها يقرا السطح اللي تحتيه. كل ما المسافه دي تقل كل ما الحركات اللي بالغلط هتقل، وبالتالي الماوس يكون احسن، وده يخليه مثالي للالعاب ومريح في الاستخدام. كمان لاحظت ان انا وانا بلعب بكون بستعمل فينجر تيب جريب، لانها بتكون مريحاني اكتر مع الماوس ده لان وزنه يعتبر تقيل، فدي بتساعدني احرك الماوس بسرعه اكتر. السوفت وير اللي بيجي مع جي 502 هو اللوجيتك جي هاب، وده السوفت وير الخاص بكل ماوسات او كل اكسسوارات لوجيتك عموما، وده من خلاله بتقدر تغير الار جي بي والدي بي اي وكل حاجه تقريبا في الماوس. بصراحه سوفت وير لوجيتك ده جامد جدا، من خلاله تقدر تعدل اي حاجه تتخيلها في الماوس، ومنهم طبعا الزراير القابله للتخصيص اللي موجوده في الماوس، واللي هم عددهم 11 زرار. على فكره 11 زرار ده اجمالي عدد الزراير اللي في الماوس، بس انت تقدر تحدد كل زرار يعمل حاجه معينه زي ما انت عايز من خلال السوفت وير، سواء بقى تخليه يعمل امر معين او تحط فيه ماكرو او اي حاجه. وبيكون عندك بروفايلات لاي لعبه او اي برنامج انت بتحددها مسبقا من خلال السوفت وير، بحيث ان انت اول ما تفتح البرنامج ده او اللعبه دي السوفت وير بتاع لوجيتك يعرف على طول ان انت دخلت عليها، ويغير اعدادات الماوس كلها واختصاراته وكل حاجه انت مظبطها قبل كده على حسب اللعبه او البرنامج اللي انت فاتحه. ودي طبعا ميزه خارقه. بالمناسبه الميزه دي موجوده في كل الماوسات اللي من لوجيتك او كل الماوسات اللي معانا النهارده في الفيديو. كمان عندك بولينج ريت بيوصل ل 1000 ميجا هرتز. البولينج ريت ده باختصار معناه عدد الاشارات اللي الماوس بيبعتها لجهازك في الثانيه الواحده علشان
عشان يعرفوا موقع الماوس اتغير ولا لا. وبالتالي لو قسمنا ال 1000 ميجا هرتز دول على ال 1000 ملي ثانيه اللي موجودين في الثانيه الواحده، هنلاقي ان معدل او سرعه استجابه الماوس ده بتوصل ل 1 ملي ثانيه، او معدل التاخير يعني بيوصل ل 1 ملي ثانيه. وده طبعا رقم خارق، بس الكلام اللي انا بقوله ده نظريا، لان في عوامل تانية كتير بتاثر على سرعه الاستجابه، وللاسف انا ما عنديش امكانيات اقيسها. نبيل في قناه انتك موجود عنده الاجهزه اللي بتساعده ان هو يعمل الموضوع ده، فلو حابب تتعلم اكتر عن الموضوع ده ممكن تبص على القناه بتاعته. ميزه من مميزات الماوس ده الخارقه هي الانفينيتي سكرول ويل. في زرار ميكانيكي على ظهر الماوس وظيفته انه يحرر حركه البكره معاك فتقدر تلفها بالشكل اللي انت شايفه ده. طبعا ده بيخليه عملي معاك لو بتالف في مواقع طويله او PDF، وحتى بيساعدني في شغل المونتاج. السكرول ويل دي فيها زرارين زياده بتروح يمين وشمال، ودول بصراحه اختراع. الزرار دي هتنفعك قوي في اي شغل بتعمله على الجهاز، سواء مونتاج او اكسل او ايا كان. عارف انت لما يبقى عندك الشريط اللي تحت ده وعايز تروح يمين وشمال، لازم تنزل تشد الشريط كده لو انت في صفحه بالعرض. انما هنا انت ممكن تستعمل الزرار ده وتروح يمين وشمال كده، والصفحه تروح معاك يمين وشمال. دي حاجه انا شايفها فشيخه بصراحه يعني. كمان الماوس بيجي فيه زرار للسنايبر، وده زرار بيقدر ينزل الدي بي اي لرقم انت بتحدده من خلال السوفت وير بمجرد ما بتدوس عليه. وده هيخليك وانت بتستخدم اي سلاح في اي لعبه تقدر تقلل الدي بي اي في لحظه من غير ما تقعد تدوس على الزرار اللي بينزل الدي بي اي، بحيث انت تقلل الدي بي اي فالماوس يبطأ معاك فتقدر تنشن كويس. كمان سلك الماوس طري قوي وطوله اكتر من 2 متر، مش هيزاولك خالص وانت بتستعمله. تقريبا العيب الوحيد اللي ممكن نقوله عن الماوس ده انه مش مناسب لكل احجام الايد، وزنه تقيل حاجه بسيطه. كمان في حاجه ضايقتني فيه وهي صوت الكليكات وانت بترفع صبعك من عليها. اسمع كده. وطبعا الماوس مش مناسب للايد الشمال بسبب تصميمه، وبيتوسخ بسرعه لو مش هتحافظ عليه. فيما عدا ذلك فهو ماوس ممتاز. خلينا نشوف بقى الماوس اللي بعده. تاني ماوس معانا هو اللوجيتك جي 305 لايت سبيد. الماوس ده هو الوحيد اللي معانا النهارده وايرلس. تصميمه مختلف تماما عن الماوس اللي فات. التصميم هنا بيجي ابسط بكتير وموجه للايد الصغيره والمتوسطه، وهيكون مناسب لاي حد بيستعمل ايده الشمال، لان التصميم هنا سيمتريك، يعني التصميم هنا من الناحيتين زي بعض، فاهمني؟ صعب تمسكه بالم جريب الا لو انت ايدك صغيره قوي، لكن هيكون في العادي مناسب اكتر للكلو جريب. وزنه 99 جرام، وده بالنسبه لي وزن مثالي. هيكون مناسب جدا سواء في الجيمنج او في الاستخدام العادي. السنسور اللي فيه هو نفس السنسور اللي موجود في الجي 502 اللي هو الهيرو سنسور، ولكن هنا السنسور محدود بعدد دي بي اي اقل اللي هو 12000. ولكن زي ما اتفقنا محدش بيستخدم ارقام الدي بي اي العاليه قوي دي، يعني انا شخصيا اعلى حاجه بستخدمها 1600 اصلا. كمان الليفت اوف ديستانس هنا قريبه قوي للجي 502، ودي ميزه كمان في الماوس. طبعا الماوس بيشتغل على السوفت وير وتقدر تخصص كل الزراير وتعمل بروفايلات وكل حاجه زي ما اتكلمنا في الجي 502، ولكن هنا عدد الازرار عندك 6 بس. كمان الماوس ما فيهوش RGB خالص، وفي لمبه واحده كده تحت زرار الدي بي اي بتعرفك بس اذا كان الماوس شغال ولا لا، ولما بتبدل ما بين البروفايلات اللي انت حاططها. البولينج ريت هنا بيوصل ل 1000 ميجا هرتز زي الجي 502، ودي طبعا حاجه ممتازه. وبما ان الماوس ده وايرلس بيستخدم تقنيه اللايت سبيد من لوجيتك، فبتيجي معاه قطعه كده صغيره بتوصلها في اللاب او الجهاز اللي انت بتستخدمه، هي كريسيفر يعني عشان يلقط الاشاره بتاعت الماوس. الماوس هنا مش بيتشحن، ولكن بيجي ببطاريه دبل اي ممكن تغيرها عادي، وبتطول قوي في الاستخدام. تقريبا قعد مع اخويا حوالي 6 شهور استخدام خفيف، فممكن لو بتستخدمه بشكل مكثف يقعد معاك من 2 ل3 مثلا. ما قابلنيش اي تاخير في استجابه الماوس بسبب انه وايرلس، بالعكس استجابته سريعه جدا شبه الماوسات اللي بسلك. ونقطه ان مفيش سلك دي بتحسسك ان الماوس خفيف وبتديك حريه اكتر بكتير في الحركه. السكرول ويل هنا عجبتني قوي لانها مطاط وماسكه نفسها عن الماوسات الثانيه، وصوتها هادي، ودي انا شايفها ميزه بصراحه. تقريبا مفيش عيوب هنا في الماوس ده الا لو اعتبرنا حجمه الصغير وعدم وجود RGB دي اصلا عيوب. خلينا بقى نشوف الماوس اللي بعد كده. بعد كده عندنا اللوجيتك جي 402.
الماوس ده فيه حاجه غريبه، انا ما لقيتش حد خالص بيتكلم عنه على اليوتيوب، وقليل قوي الناس اللي شفتهم كاتبين عنه حاجه او كده، مش عارف ليه. بالنسبه للتصميم الجي 402 بيتميز بتصميم مريح وفيه مطاط من الجناب برضه، ولكن هتحس ان التصميم ده مسروق من الجي 502. الماوس قريب منه في التصميم ولكن مختلف في حاجات تانية كتير، مناسب اكتر للايد الكبيره برضه، فلو ايدك صغيره مش هترتاح معاه. الماوس كنت بمسكه بالم جريب في الاستخدام العادي، وخلال اللعب فينجر تيب. وزن الماوس ده 108 جرام، وهو يعتبر خفيف شويه ومناسب للحركات السريعه، ولكن لما مسكت الماوس حسيت ان وزنه مش مناسب لحجمه، يعني حجمه كبير شويه بالنسبه لوزنه عكس الجي 502، وده اللي خلاه يضايقني شويه في تجربه الالعاب. حسيت ان انا مش عارف اتحكم فيه كويس. السنسور اللي في الماوس ده اقل من السنسورات اللي في الماوسات اللي اتكلمنا عليها قبليه، ولكن هو يعتبر كويس. اعلى سرعه بيوصل لها 4000 دي بي اي بمعدل بولينج ريت 1000 ميجا هرتز برضه زي الماوسات الثانيه، لكن الليفت اوف ديستانس هنا عاليه شويه. للامانه ما حسيتش بمشكله بسببها في الالعاب، ولكن هتلاحظها، هتلاحظ ان في فرق ما بين الماوس ده والماوسات الثانيه. برضه بيشتغل مع السوفت وير بتاع لوجيتك، ومن خلاله بتقدر تتحكم في الثمان ازرار اللي موجودين هنا تحكم كامل زي ما اتكلمنا قبل كده، ودي تعتبر ميزه. ولكن هنا الاضاءه في الماوس ده عباره عن لون ازرق بس في المكان اللي انت شايفه ده، ولكن دي ما تعتبرش عيب يعني، بس ما فيهوش ار جي بي عشان الناس اللي بتحب الار جي بي يعني. السكرول ويل هنا ضايقتني شويه لان انا حسيت انها رفيعه، ولكن دي تعتبر تفضيلات شخصيه. الماوس برده موجود في زرار السنايبر اللي موجود في الجي 502 اللي من خلاله تقدر تقلل سرعه الماوس بسرعه. طبعا الماوس مش مناسب للايد الشمال بسبب تصميمه، وبرده بيتوسخ بسرعه. كمان السلك بتاعه ناشف شويه عن بقيه الماوسات اللي معانا، ومش عارف ده ليه، بس حسيت بيه في الاستخدام. يعني هتحس بمقاومه لو انت مثلا السلك خابط في اي حاجه قصاده، هتحس ان في مقاومه. وكمان في نفس مشكله صوت الكليكات اللي انت بتسمعها في الجي 502 وانت بتشيل صبعك من على الكليك. خلينا بقى نشوف اخر ماوس معانا. اخر ماوس معانا هو اللوجيتك جي 102. تصميم الماوس هو تقريبا نفس تصميم الجي 305. الفرق الوحيد اللي انا حسيته ان الماوس ده ارفع حاجه بسيطه من التاني، رغم ان الشركه كاتبه ان الماوسين نفس الابعاد على موقعها، ولكن ده ارفع من الجي 305 حاجه بسيطه من تحت. يعني الماوس واخد كيرف كده من الجناب لحد تحت مخليه ارفع سنه صغيره من تحت، وده بصراحه ضايقني في الاستخدام لان انا ما كنتش عارف امسك الماوس كويس. زي ما كنت قايل لك انا تعتبر ايدي متوسطه او اكبر متوسطه حاجه بسيطه، وبسبب انه كان رفيع لاحظت ان انا ببقى ماسكه بزاويه كده علشان اعرف املكه، ولكن ما اعتقدش ان ده هيبقى عيب بالنسبه لاي حد ايده اصغر مني. هيكون برضو مناسب لاي حد بيستخدمه بالشمال لان هو زي بعض من ناحيتين. وزن الجي 102 هو 85 جرام، وده يخليه اخف ماوس معانا النهارده، ودي تعتبر ميزه بالنسبه لناس كتير. ناس كتير بتحب تلعب العاب كومباتيتيف وشوتر وكده بماوسات خفيفه، فده يعتبر اخف ماوس معانا، فهيكون حلو معاك جدا في الالعاب الكومباتيتيف. بالنسبه لتجربه الالعاب فالسنسور كان ممتاز ودقيق. الدي بي اي هنا بيوصل ل 8000 ببولينج ريت 1000 ميجا هرتز برضو زي الماوسات الثانيه. كمان الكليكات والسكرول ويل شبه الجي 305 بالظبط، ودي طبعا حاجه كويسه. عندك هنا ار جي بي بالهبل حرفيا، وتقدر تغيره زي ما انت عايز من السوفت وير، وكمان تقدر تخصص الست زراير الموجودين هنا زي ما اتكلمنا في كل الماوسات الثانيه من خلال السوفت وير. استجابه الماوس او الماوسات دي كلها عموما سريعه جدا، ما فيهاش اي تاخير اطلاقا، ومش هتحس باي لاج معاها. سلك الماوس طري ومش هيضايقك خالص عكس الجي 402. العيب الوحيد اللي حسيته في الماوس ده هو ان حجمه صغير، ولكن زي ما اتفقنا دي تعتبر تفضيلات شخصيه. نيجي بقى للخلاصه. من حيث الاداء فالماوسات دي تعتبر من احسن الماوسات كاداء في السوق، كلها هتقدم لك تجربه مميزه وهتبقى كويسه معاك في اي حاجه. يمكن زي ما انت لاحظت كل ماوس فيهم ليه مميزات مختلفه شويه عن التاني، لكن انا هختصر لك الدنيا. لو محتاج ماوس يكون فيه اختصارات كتير وزراير كتير تقدر تخصصها زي ما انت عايز، وحجم ايدك كبير وبتستعمل ماوس لفترات طويله فمحتاج ماوس يريحك وانت ماسكه، فالجي 502 هيكون احسن خيار بالنسبه لك. ولو مش همك موضوع الزراير الكتير وعايز ماوس اخف شويه وبسعر اقل فالجي 402 هيكون كويس. لو انت بقى بتفضل ماوس يكون وايرلس فهيكون الجي 305 احسن خيار ليك، سواء كانت ايدك كبيره صغيره بتحب ماوسات خفيفه تقيله، هو يعتبر مناسب في كل حاجه، حتى لو بتستعمل ماوس بايدك الشمال. ولو عايز ماوس يقدم لك نفس التجربه بس بسلك وبسعر ارخص حبه حلوين فالجي 102 هيكون خيارك، ولكن خلي بالك ان هو اصغر من الجي 305 حاجه بسيطه، وهو اصغر اصلا ماوس معانا النهارده. يا رب بس صوت الزمامير اللي في الشارع ده ما يكونش طالع في المايك، لان انا ما يعني هو ملوش حل. انا تحتيه شارع عمومي، فانا مفيش حل مع موضوع الصوت ده غير ان انا اصور الساعه 2 بالليل وانا ببقى عايز انام بصراحه. خلي بالك ان الجي 102 فيه تقليد كتير منه في السوق، يعني في حاجات كوبي مش الماوس الاصلي، فخلي بالك وانت بتشتري. اللينك اللي انا هحطه لك تحت في الكومنتات او في الديسكريبشن في الماوس الاصلي. كمان خلي بالك ان الماوس ده له اسامي تانية، الجي 203 والجي 100.
كمان خلي بالك ان الماوس ده له اسامي تانية، الجي 203 والجي 103، هم كلهم نفس الماوس الجي 102. اسعار الماوسات دي دلوقتي في مصر زادت جامد قوي للاسف. من فتره مش طويله كانت اسعارها منطقيه، ولكن هو الدولار اللي مبهدلنا بقى، هنعمل ايه؟ اسعار الماوسات اللي انا لقيتها اون ستوك كلها هتظهر قدامك دلوقتي على الشاشه هنا، وهسيب لك لينكات شراء كل الماوسات دي تحت في الديسكربشن. الفيديو ده كان مقارنه ما بين اشهر ماوسات لوجيتك. اتمنى يكون الماوس ده ساعدك في تحديد واختيار الماوس الانسب بالنسبه لك. خليك فاكر ان الماوس هو تفضيل شخصي وبيعتمد على حجم ايدك ونوع الماسكه اللي انت بتمسكها له ونوع الالعاب اللي انت بتلعبها. لو عجبك الفيديو واستفدت منه ما تنساش تعمل لي لايك وتشترك في القناه. هسيب لك برده لينكات التيك توك والانستجرام تحت، ابقى بص عليهم. لو عايز تسالني على اي حاجه اكتب لي كومنت وانا هرد عليك على طول. كان معاكم يوسف، اشوف وشكم على خير، مع السلامه.